وصل صوتك. القانون هذا يسم بالاسماء الناس تنضح قدام الشعب. الشخص اللي يعدل في المشاريع القوانين يلزم يتفحص، وانا شخصيا باش نطالبه انه يستقيل، وانا نعرف شكون كان لازم حتى يسحبوا من الموسيقى، رئيس المجلس يسحبوا من الموسيقى. انا نعرف شكون يعدل في المشاريع القوانين. مش معقول ما كانت عندها حتى علاقه بالثوره، اليوم نسيف المجلس ما عندها حتى علاقه بالثوره. لا قلت لها غدا الصباحي تقسم لها ما يضحكش على توانسه، ما يستنساهش بالذكاء التوانسه ولا ذكاء ولا جمع قاعد يحكم من وراء هو الثوره مباركه شعبي بس فيها داخل المجلس التاسيسي تكون هذه التقرير تكون عارف الشجاعه، تكون عارف الشجاعه. اللي قاعده تعالج نعم نتفرج عليه الشعب ما عندي طالب به قانون تعطيل الثوره. ما فيش تقرير يلزم يتعدل في اقرب وقت قبل الدستور وقبل القوانين والا سحب الثقه منه. كان شيء تعدل ما فماش وي اما نطلب يطلب سي نجيب شنو سبب الاشكال هذا مع مكتب المجلس؟ مشروع تحسين الثوره معناتها من 3 مايو معناتها مطروح على مكتب المجلس، والى حد الان اليوم بالذات ما وقعش معناتها تحديد جلسه عامه لطرح القانون هذا، وفما مماطله داخل مكتب المجلس، وهذا لن نقبل به. احنا ممثلي الشعب ونطالب بعرض قانون تحسين الثوره على الجلسه العامه في اقرب وقت، وإن لزم الامر سيتوقف العمل داخل المجلس اذا كان ما يقعش عرض القانون هذا غير مقبول. لا خليني سامحني نكون واضح، خليني قدام الاعلاميين باش نكون واضحين. غدوه الصباح كان ما يتعداش القانون هذا ويقع برمجته، خاطر اللي يحصل توا هو ضغط على الذقون، هو ضحك على الذقون عفوا، هو استهزاء بذكاء التوانسه وبذمه النواب التوانسه اللي عندهم ثقه الشعب التونسي. اذا كان ما تعدش هذيك غدوه باش تكون ثم عريضه لسحب الثقه من سيادته، لانه مش هو المؤتمن على الثوره التونسيه، رئيس مجلس الوطني التاسيسي ماهوش المؤتمن على الثوره التونسيه، ماهوش المؤتمن على اي حاجه اخرى. ثم حاجات ما نجمش يتصرف بهم. الجلسه العامه يعديها وبكل شجاعه وخلي تتلفظ بالجلسه العامه، واحنا راضيين باي حاجه لكن في الجلسه العامه ما يضحكش علينا ولا يضحك على التوانسه، باش نكونوا واضحين. هذا قانون تحسين الثوره هو مطلب الثوره، اهم مطلب من مطالب الثوره وهو مطلب الشعب، ولا بد من تحسين الثوره من اسلام النظام السابق، ولا بد ان نحسم في هذا الامر في اقرب وقت. يبقى شعبنا ينتظر في هذا القانون قبل العداله الانتقاليه. نعم قبل العداله الانتقاليه لابد من عرضه على الجلسه العامه في اقرب وقت. فقط معلومه باش يقع اجتماع، يعني كل الاحزاب اللي شاركت في صياغه مشروع تحسين الثوره الخمس الكتل يعني باش نعملوا اجتماع بتاعنا توا نطلعوا بيان واضح وشديد اللهجه، وخذوا ننتظروا تحقق واضح وصريح من السيد رئيس المجلس الوطني التاسيسي نحمل المسؤوليه الشخصيه من ورائه، يعني رئاسه المجلس من وراءهم مكتب المجلس، ما يضغطوش على الشعب التونسي. لا يمر هذا القانون، لا ما فماش حتى عمل داخل المجلس، لازم الامر هذا معناتها الجماهير اللي انتخبتنا وجميع الشعب نطالب